السلام عليكم، مساء الخير حبايبنا. ان شاء الله اليوم رح نعمل مع بعض ليزي كيك. لا تنسونا من تفعيل زر الجرس واللايك والشير، ويلا نبدأ مع بعض. اول شي عنا حليب سائل، كوب حليب سائل، نص كوب كاكاو بودرة، اصبع زبدة 100 جرام، كوب سكر وفانيلا اختياري زي ما بدك، بتحبي تستخدميها او لا عادي، مش يعني هاي مني يعني. وعندنا 4 باكيتات بسكوت شاي سادة، وزن الواحد تقريبا 150 جرام. انتي هون حرة، بتحبي تستخدمي اي نوع باكيت بسكوت انتي بدك اياه. في ناس بتحب الدايجستيف تخلطها معاها، بس انا لا، بحب استخدم البسكوت الشاي السادة. اول شي هون بعد ما حطيتهم بالوعاء الكبير البايركس، هلا راح ابلش بتكسير البسكوت. كل حبة تقريبا بدك تكسريها 4 قطع. ما بدي اياه يكون ناعم، بدي اياه يكون خشن حتى لما اعمل الصوص يتشرب. وهلا راح ابدا هون بعمل الصوص. اول شي حطيت هنا كوب الحليب البارد، بعدين راح احط الكاكاو البودرة. حصريا هون الصراحة استخدمته غير محلى، لما يكون غير محلى أفضل مما يكون يعني حلو كتير الباكيت البسكوت اللي عفوا الكاكاو. وهون حطيت السكر. هلا راح أحركهم هون على البارد حتى تتجانس كل المواد مع بعض. بعد ما أحركها هون كلياتها مع بعض وتدوب، راح أحطها على النار. هون بس تبلش تغلي راح أضيف عليها الزبدة. هاي لهون بضل أحرك فيهم لحتى يذوبوا كويس المواد، وراح أحط الزبدة. هون حطيت 100 جرام الزبدة القصوى، يعني 100 جرام تقريبا إصبع زبدة. بضل أحركهم حتى هون الزبدة زاكية، بتعطيها طعم زاكي وبتعطي بصراحة حتى الكاكاو لون حلو. هلأ هون بحركها، بس بعد ما أحركها كويس وتدوب راح أضيفها على البسكوت. هلا اخر شي بعد ما حركتها هون راح اضيف الفانيلا زي ما بدك، بتحبي تضيفيها باودر او سادة. هلا هون راح ادير الصوص الشوكولا اللي عملناه على البسكوت، راح اضل احرك بالبسكوت حتى يتشرب كل كمية الصوص اللي احنا عملناه. عن جد هاي بيحكولها حتى الكيك الكسولة، حتى بحكوا لها هون الكيك الكسولة، لأنها لا فيها بيض ولا فيها طحين ولا فيها خبصة كبيرة كمان بالمطابخ. هيا هون راح أضل أحرك بالبسكوت. لا تخاف، هون البسكوت ما حيتكسر معاكي لأنك أصلا كسرتي اوريدي، أنت كسرتي خشن. وبدي أخليه هون أضل أحركه حتى يتشرب كل الصوص اللي أنا عملته. عن جد هي كيكة كتير زاكي ويعني إن شاء الله بتجربوها وبتحكوا لنا عنها. هلا هون بعد ما حركتها عندي ورق الزبدة والألمنيوم. بصراحة أنا بفضل أحطها أول شي على ورق الزبدة أفضل من الألمنيوم. هلا هون أنا بعد ما درتها على ورق الزبدة بشدها، بكون ألف فيها زي الرول، بس بشد عليها حتى عند التقطيع ما تغلبك. هلا بشدها هون كمان بالقصدير كتير، بشد عليها وبسكرها من الجنبين وبحطها هيك، بتكون عندي جاهزة وبحطها بالفريزر. أنا بصراحة حطيتها هون ليلة كاملة، في ناس بتحطها 3 ساعات 4 ساعات، بس لما تحطيها ليلة كاملة بيكون أفضل. هلا هون أنا عندي بدي شلتها من الفريزر ليلة كاملة، قلتلك قعدت بالفريزر. هلا أنا هون بعد ما شلتها من الفريزر بدي أحاول أقطعهم، يعني تكون كلياتها قطع قد بعض يعني. بس شوفي لما تخليها ليلة كاملة عن جد بتكون كلياتها رول كامل متماسك. هلا ببلش هون بتقطيعها، وما بتغلب حتى بالتقطيع، صح انها بتكون شادة لانها يعني إلها ليلة كاملة متلجة يعني أزكى. هيك بتكون عنا. إذا بدك فيك تضيفي معها جوز هند،
بس انا لا بحبها لما تكون سادة، بحسها ازكى. هاي كانوا حتى يعملوا لنا اياها امهاتنا بالزمانات، عن جد كيك كتير زاكي، لا فيها اضافات زايدة ولا عبالها، كتير كتير لذيذة. وصحتين وعافية. هلا هيك بصفهم كلياتهم بالطبق اللي بدي اقدم فيه. هلا هون انا راح اصفتهم كلهم بالصحن اللي انا بدي اياه، وهيك الشكل النهائي إلها. وإن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم، ولا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. وصحتين وعافية. زاكي نشربها هيك المسا مع فنجان قهوة وكاسة نسكافيه، وصحتين وهنا.